اطلع على أمهات وزوجات السلاطين العثمانيين وجنسياتهم. حرص السلاطين العثمانيون على التزوج من نساء غير تركيات لعدة أسباب، على رأسها الجمال الذي تتمتعن به، خاصة الشركسيات أو الأوكرانيات وغيرهم الكثير من النساء من الأعراق الجميلة طبيعيا. وكسبب فرعي كان يحرص السلاطين العثمانيون على التزوج من أجنبيات، خاصة من سيدات القوم، بهدف إعطاء مكانة للأقوام الأخرى لإبقائهم تحت منطقة سيطرتهم ونفوذهم. وبسبب هذا السياق، نجد أن العديد من السلاطين العثمانيين البارزين نسب أمهاتهم إلى نساء من أصول غير تركية، ومن بين هؤلاء السلاطين محمد وحيد الدين 2 شباط فبراير 1861 15 أيار مايو 1926، وهو السلطان العثماني السادس والثلاثين، ويعد آخر السلاطين العثمانيين وآخر أبناء عبد المجيد الأول. أمه شركسية واسمها غولستان. عبد الحميد الثاني 21 أيلول سبتمبر 1842 إلى 10 شباط فبراير 1918، السلطان العثماني الرابع والثلاثين، ابن السلطان العثماني عبد المجيد الأول، أمه أرمنية واسمها فرجين. محمود الثاني 20 تموز يوليو 1785 إلى 2 يوليو 1839، السلطان العثماني الثلاثين، وهو ابن السلطان عبد الحميد الأول، أمه فرنسية واسمها ريثي راي. عبد المجيد الأول 25 نيسان إبريل 1823 إلى 26 حزيران يونيو 1861، السلطان العثماني الحادي والثلاثين، ابن السلطان محمود الثاني، أمه جورجية يهودية اسمها سوزي، وبعد تزوجها من السلطان عبد المجيد الأول أصبح اسمها بيزمي علم وتعني شفاء للعلم. عاش السلطان عبد العزيز في الفترة من 8 فبراير 1830 حتى 4 يونيو 1876. كان حكمه يتزامن مع فترة صعبة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية، حيث شهد العديد من التحديات الداخلية والخارجية. بارتفنيال كانت من أصل أرمني وتزوجت من السلطان محمود الثاني وأنجبت منه السلطان عبد العزيز. سليم الثالث 24 كانون الأول ديسمبر 1761 إلى 28 يوليو 1808، السلطان العثماني الثامن والعشرين، ولد للسلطان مصطفى الثالث، وأمه كانت امرأة فارسية تدعى مهري شاه. عبد الحميد الأول 20 آذار مارس من 1725 إلى 7 نيسان أبريل 1789، السلطان العثماني السابع والعشرين، كان ابن السلطان أحمد الثالث، وأمه كانت امرأة فرنسية تدعى سرني. سليم الثاني 28 أيار مايو من 1524 إلى 15 ديسمبر 1574، السلطان العثماني الحادي عشر، كان ابن السلطان سليمان القانوني، وأمه كانت امرأة يهودية أوكرانية تدعى حرم. سليمان الأول المعروف أيضا سليمان القانوني 27 إبريل من 1495 إلى 6 سبتمبر 1566، السلطان العثماني العاشر، كان ابن السلطان سليم الأول، وأمه كانت امرأة يهودية بولندية اسمها هالجة، أو كما سميت فيما بعد حفصة. محمد الثاني المعروف أيضا الفاتح السلطان محمد 30 مارس من 1432 إلى 3 مايو 1481، السلطان العثماني السابع، كان ابن السلطان مراد الثاني، وأمه كانت امرأة صربية اسمها هوما.
بايزيد الأول 1360 8 مارس 1403 السلطان العثماني الرابع ابن السلطان مراد الأول أمه بلغارية اسمها ماريا. في الختام يظهر تاريخ سلاطين الدولة العثمانية الذين ولدوا لأمهات غير تركيات مدى التنوع والتأثير الذي أحدثوه في الإمبراطورية. تزوج السلاطين من نساء من مختلف الأصول والجنسيات، وكان لهذا تأثير كبير على العلاقات الدولية والشؤون الداخلية للإمبراطورية. تساهم هذه الزيجات في تقوية الروابط بين الدول والقبائل المختلفة تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. على الرغم من التحديات والصراعات السياسية التي قد تكون نشأت من هذه الزيجات، إلا أن تأثير هؤلاء السلاطين الذين ولدوا لأمهات غير تركيات يمكن أن يعزز من التنوع الثقافي والتعايش في الإمبراطورية. تعكس هذه الزيجات أيضا التواجد الثقافي للعديد من الشعوب داخل إمبراطورية العثمانيين. بصفتها دولة متعددة الثقافات والأعراق، كانت الإمبراطورية العثمانية تعكس تعايشا وتنوعا ثقافيا هاما. وقد أثرت السلاطين الذين نشأوا من أمهات غير تركيات على تشكيل هذا التنوع وتحقيق التوازن في الإمبراطورية. إن تفهم هذا التاريخ يساهم في فهم أعمق للتحولات والتحديات التي مرت بها الدولة العثمانية على مر العصور.